جالي مره راي من واحده من الفانز، قالت لي انا بكراش عليك. حلو. ما هو انا في الاول ما يا كنتش شايف بختك ده يا حلو. سيدي. لا، ما عشان ثقافتك غير ثقافتي. أوكي. انا راجل ثقافتي فرنسيه، طيب. فبالفرنساوي عندنا كلمه كراش معناها اتف. أعوذ بالله ما يقرفك. فلما الاقي واحده بتقول لي اتف عليك، فكان لازم اراجع بقى كل التايم لاين او اي حاجه انا كتبتها في البوستات قبل كده. عايز اعرف انت استفزتها للدرجة دي ازاي؟ الدرجات دي اللي انت بعتالي في البرايفت كده وتقولي لي انا طب بكراش هي تفت عليك في البرايفت؟ اه. طيب يا عم زعلان من ايه؟ ما هقول لك، انا زعلان لانه لما فتحت البروفايل بتاعي عشان اشوف هي مين، مم. فلقيت طبعا صور بقى اللي هي العصفوره المذبوحه والبتاع ايوه فاهم. دعاء السماء والحاجات دي. اه. الكفر بيكتشر بتاعتها انا حبيبه احمد، حاجه سودة خالص ومكتوب عليها اصفر انا حبيبه احمد. سودة خالص؟ يعني اللوحه سودة جايز حبيبه احمد الله يرحمه. لا مكتوب بالاصفر. احمد عايش؟ مكتوب بالاصفر انا حبيبه احمد. ماشي. فلقيت حبيبه احمد بتف عليا ليه، فانا كنت هضطر ان انا ادور على احمد نفسه بقى، ادور عشان اساله العصفوره بتاعتك بتف عليا ليه انت. ففهمت انه كراش معناها مش اتف، معناها ان انا بحبك. طب هي اصلها ايه؟ لا مش بحب يعني ما انا بسالتها قلت لها بتكراش عليا ليه؟ قالت لي ليه يعني ايه؟ قلت لها يعني ليه بتكراشي عليا؟ قالت لي عشان انا معجبه بيك. هنا حصل بقى ايه ايرور في دماغي، منين انت معجبه بيا دي مجنونه بقى. انت قلت دي مجنونه بقى، اي حاجه بحبها دي هبله بقى. ففهمت بقى ان هي قصدها لا انا بكراش عليك، انا معجبه بيك، انا بحبك. فساعتها انا كنت عايز اتصل باحمد تاني برضو، احاول الاقيه عشان اعرف انت موقفك ايه من ان هي بتحبني، يعني وهي حبيبتك اصلا. هي حبيبتك انت. فساعتها بقى يعني انا كان لو هي بتكراش عليا بالعربي انا كنت هكراش على احمد بقى بالفرنساوي.